اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في مطبخ خالة القمر. وصفة تاع اليوم هي دولمة خرشف ولا خرشف محشي. زدت له شوية زيتون إفيلي، جات هايلة للمناسبات تاعكم أو رمضان. قبل ما نشوفوا الوصفة البنات تدعموني بالمتابعة تاعكم والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. نروحوا المقادير الوصفة. بسم الله وعلى بركة الله. عندنا الخرشف، بعد ما غلالي الماء حطيت الماء يغلي ومن بعد حطيت له فيه الخرشف ومن بعد درت بالموس ولا بطفارك برك هكا بيدك برك يتنحى. وهنا باش نحافظوا على الشكل تاع الخرشف واحد نغليوه واحد 2 دقائق 3 دقائق. عندنا شويه معدنوس، عندنا زيتون إفيلي والريص هكا صغير تاع حار نشتي الحار، عندنا بياض البيض وعندنا 4 صدر دجاج ملحي، كمية تاع معدنوس ومغرفة صغيرة تاع صول ولا مارغرين، عندنا شابلور 2 مغارف كبار، عندنا حبة كبيرة بصل رحيتها مليح، عندنا لي زيبيس كركم توم فلفل اسود زنجبيل وملح. هادو هما المقادير كامل. بسم الله. درك نروحو باش نحمرو هذا الدجاج في 2 مغارف زيت ومغرفة مارغرين صغيرة ولا سمن اللي تطبخوا به نتوما. نحطو الدجاج يتحمر ومن بعد نزيدو له الزيتون. نبداو درك هاد الصدر تاع الدجاج رحيتو 4 صدر دجاج. هنايا عندي كميه قليله تاع الخرشف، وعندنا 2 مغارف شابلور، صدر دجاج، مغرفه صغيره تاع الزبده مع مارغرين ولا سمن باش خليه طري، شابلور تاني مليح يخليه يتماسك، عندنا بياض بيضه، عندنا مغرفه نقولوا مطحونه تاع معدنوس، وهذا الثوم رشه تاع ثوم، كركم نديرو رشه خفيفه، عندنا كركم رشه وفلفل اسود، وبلا ما ننساو الملح هكا مغرفه صغيره. دركا شوفوا كيفاه البصل ما نحطوهاش بها بالماء تاعها، انا نحيت حبه كبيره لازم نصفيوه هكا. الماء هذا تاع البصل راهو يفسد لكم الكفته تاعكم، ما يخليها لكمش متماسكه، ما تجيش ما تحكمش روحها هكا. بالطريقه هذه ننزعوا لها الماء. تجيو تخدموا الكفته ولا تخدموا كباب اي حاجه، لازم هكا مغرفه كبيره منزوعه من الماء تاعها. هذه البصله اللي تبقى رايحين نطيبوا بها لاصوص البيضات تاعنا. هكا نخلطوا المقادير كامل مع بعضهم. هاد الكميه راهي تاع تلت اشخاص بلا وحده، يعني هذا البلا هاد الكميه كون ديري مع بلا خلاف ولا نقولوا كطبق تاني راح ديرلك قداه شخص هكا. نعجنو مليح الكفته هذه. درك بعد ما تحمر لي هذاك الدجاج طريف نجيبو تاني الزيتون هكا يفيلي شرائح هكا الزيتون قصيته ومن بعد يزيد يتحمر لي شويه مع الدجاج. بهذه الطريقه هذه ونجيبو البصل تاعنا اللي ميكسيناها مليح رحيناها مليح قليوها مليح. هادو التوابل نفس التوابل كركم رشه تاع ثوم بودر فلفل اسود ملح زنجبيل هكا خلطوهم هكا ونخليهم نقصوا عليهم ونخليهم يتقلاو مليح حتى ربيع ساعه هكاك. المهم تلقاو البصله هذيك دابت لكم خلاص. بعد ما غليتوا الماء غليوه ومرقوا به. حنا نجيو نمرقوا بكميه صغيره ونقصوا النار نقصوا لها خلاص.
هكا باه نحافظوا على المرقه هذه وكل شيء يطيب لي، وتاني تجينا المرقه نقولوا لاصوص هذا يجينا بنين. الماء كل ما تكثروا الماء ما يجيكمش بنين. وحطينا المعدنوس والراس تاع الفلفل. انا شتي الماكله تجي حاره سواء بيضه ولا حمراء. نجيبوا الحشو تاعنا ونبداو نحشيو بهم الخرشف. كما قلت لكم الخرشف حطوا الماء يغلي، وكيما يبدا يغلي حطوا الخرشف واحد 2 دقائق 3 دقائق، تلقاوه يحافظ لكم على هذاك الشكل تاع الخرشف. يبقى لكم سهل التقشير تاني. كيما بيديكم برك بصوابعكم هكا برك تلقاوهم يتنحى القشور هكا. وحطوا الحشو هذاك ولضوا، ما يحتاجش باش تربطوه. انا ما نربطوش هكا، لضوا برك هكا شويه وخلاص. لضوا في بعض، لض هكا الوحيد في بعضهم الخرشف هادو نحطهم لضهم في بعضهم وخلاص. واللي يحب يلضو مليح يجيب خيط غذائي ويربطو مليح بالشكل هذا. صدقوني ما يتفتح ما والو، يبقى محافظ لكم على الشكل تاعو. وهذا هو الشكل بالطريقة هذه. شوفوا كيفاه كي غليناه راهو بقى محافظنا على الشكل تاعو. هكا نعمروهم بالشكل هذا. نكملوهم بنفس الطريقة. كما قلت لكم الوصفة تاع اليوم راهي لما تكون طبق واحد، يعني ياكلوا طبق واحد يعني 3 اشخاص. 3 اشخاص راهم يشبعوا مليح. بالشكل هذا تلضوه هكا بين يديكم باه ما يتفتح لكمش. بصح لما ديروه كطبق تاني مثلا كيما رمضان نديرو الشوربه وهذا الطبق تاني راهو يجيكم مليح. بقالي الحشو حبيت نديرو في البطاطا. بطاطا تاني تزيد بنا بزاف في لاصوص تاعنا وزيد تخترها، يعني اضافه مليحه. بقالي الحشو هي زدت جبت البطاطا درتها بالطريقه هذه وحشيتها بالشكل هذا. درك راهو طاب لي الدجاج، نزيد من بعد نحمرو تحبوا تحمروه في الفور ولا مادام طريف برك نحطوه في المقله برك شويه زيت ولا شويه مارغرين ولا ونقليه نحمرو من بعد هكا. نزيد نحطو البطاطا ونحطو الخرشف تاعنا هكا ونقصو على النار. نغطيو عليها هكا باه ما تبخرناش ليه هذيك لاصوص. كون تزيدوا النار تلقاو المرقه تنقص خلاص والماكله ما طيبش بالشكل هذا. شوفوا كيفاش راني طفيت عليها. وهذه هي تاعنا الدولمه ولا لا الخرشف تاعنا بالشكل هذا. تنحيو الخرشف تحطوه على جهه وتقصوه، تحبوا دوائر تحبوا القصه اللي تحبوا هكا. شوفوا كيفاش هاني نحرك فيه بالمغرفه ما تفتح ما والو. هاهي لاصوص تاعنا شوفوا كيفاش الله يبارك راهي خاسره هكا. تحطوا الموس تدخلوا الموس هكا تلقاوه طاب لكم الخرشف هكا. شوفوا كيفاش راهو لاصق مليح، يعني بلا ما درتو بالخيط. بطاطا تاني كيما قلت لكم القصه تحبوا ديروا، انا درت دوائر قصيتو هكا بالجنب. المهم القصه كيما تحبوا.
تحبوا تاني ديروا دوائر باهيش يدير لكم بزاف دوائر وتحطوه في السحونه. هاهي لاصوص تاعنا راهم الحبيبات راهم يعني حاكمين مليح. وهذه هي الطابله تاع نهار اليوم، نتمنى تعجبكم بنا ما شاء الله. شوفوا كيفاش تانا. شوفوا البطاطا تاني قصيتها بالجنب، قصيتها نفس القصه تاع الخرشف. هذه هي الطابله تاع نهار اليوم، ديسير كسرة سلطه. والبلا هذا ما شاء الله حمرت الدجاج درتوه بالشكل هذا، نتمنى تجربوها في رمضان ولا المناسبات، ولا راهو طبق صحي وبزاف تحفة في الطابلة. دمتم في رعاية الله وحفظه بالسلامة.